لو طلبت اوردر وموعد توصيله كان شهر وجالك بعد شهر مش هتتضايق، في حين ان لو اوردر تاني موعد توصيله كان خلال يومين وجالك بعد 4 ايام هتكون متضايق وممكن ما تطلبش من المكان ده مرة تانية. تفتكر ايه اللي يخليك تتحمل شهر وما تتحملش يومين 2 بس؟ الشفافية والالتزام هما الفرق الجوهري بين الحالتين. لو جاي لك عميل جديد فهو جاي ومعاه شكوكه وتوقعات عشان يثق فيك فعلا، وما تبقاش الثقة دي مجرد كلمة. الشفافية والالتزام في كل الاتفاقات، المواعيد، المقابل المادي، تفاصيل الشغل نفسه. الشفافية بتقلل فرصة انه يحصل مشاكل او سوء تفاهم بينكم في المستقبل. لو وعدت عميلك مثلا بتسليم تاسك خلال اسبوعين لازم تسلمه في الموعد، ويا سلام لو سلمته قبلها. فلازم طبعا تعمل حسابك من الاول وانت بتتفق وتدي براح في المواعيد. تعمل ايه لو حصل ظرف اضطراري ومش هتقدر تسلم في الميعاد؟ التصرف البروفيشنال في الحالة دي هو انك تكون واضح وصادق. بلغ العميل من بدري ان هيحصل تأخير، اعتذر بطريقة تعكس اهتمامك بيه وبالشغل، واديله موعد تسليم جديد تكون متأكد انك هتلتزم بيه. اكيد التصرف ده افضل من انك تيجي يوم التسليم وتعتذر، لان وقتها اي مبررات او اسباب هتقولها مش هيبقى ليها لازمة. الشفافية والالتزام 2 من الفاليوز اللي مش بس بنحاول نعلمهم للمتدربين في الكوميونتي، احنا هدفنا انهم يلمسوا ده مننا قبل ما يتعلموه.